السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض المسقعة البلدي او المسقعة المصري. هنعملها النهارده بالخل والثوم، انما ايه حاجة كده طعمها خطير. هتاكلوا منها مش هتشبعوا من كتر حلاوتها وطعمها. هقول لكم كمان على كام تكايه كده هتخلي البتنجان ما يشربش معاكم زيت وانتوا بتاكلوه خالص. يلا قبل ما نبدا الفيديو، لو تشوفوني اول مره، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. نعمل لايك وشير واشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم، ونفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. يلا بقى قبل ما نبدا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي الله ونبدا الفيديو ونشوف هنعمل المسقعه زي القمر دي ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده عندي هنا بتنجان غسله كويس جدا، وبعد كده ابتديت ان انا اشيل او اقطع البتنجان كده من فوق. يعني اشيل الجزء الاخضر ده بايدي بالسكينه زي ما تحبوا. تمام. شلت خلاص الجزء من فوق، بعد كده هشيل القطعة اللي من تحت دي خالص. وابتديت ان انا اقشر البتنجان، بس مش هقشره كله، يعني هقشر جزء منه واسيب الجزء التاني. في ناس بتقشره كله زي ما تحبوا. تمام. انا بحب اعمل الطريقة دي. خلاص بقى تقشير البتنجان كله. وبعد ما خلصت تقشير البتنجان هبتدي ان انا اقطع البتنجان ده لحلق كده. اول تركايه بقى عشان البتنجان ما يشربش معانا زيت، ان احنا نقطع البتنجان ما يكونش تخين، لانه لو كان تخين هيشرب معاكي زيت. وكمان ما يكونش رفيع، يعني هيكون زي ما انتوا شايفين معايا ده السمك بتاعه. ابتديت ان انا اقطع الحلقه، ولو لقيت الحلقه كبيره بقسمها في النص كده لجزئين. تمام. بعد ما خلصت تقطيع البتنجان بتاعي نيجي بقى لتاني تركايه عشان البتنجان ما يشربش معايا زيت، وهي ان احنا نحط معلقه كبيره من الملح على البتنجان ونقلبه كده من فوق لتحت. وهجيب مصفى وهنزل بالبتنجان في المصفى، وهسيب البتنجان بتاعي لمده نص ساعه ينزل الميه بتاعته. نسيب البتنجان على جنب كده لمدة نص ساعة ساعة كده لحد ما ينزل المية. هنا عندي بطاطس، الكمية على حسب ما انتوا عايزين. قشرت البطاطس وقطعتها الحلق، وبعد كده غسلتها وصفيتها كويس من المية. وبعد كده نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الملح. وابتديت بعد كده ان انا احمرها. مش هنخلي البطاطس بتاعتي تتحمر زيادة عن اللزوم، يعني ادوبك كده تاخد لون مصفر او ذهبي بسيط. وهبتدي ان انا ارفعها من الزيت. لونها كده تحفة خالص، وابتديت ان انا ارفعها من الزيت. بعد بقى ما خلصت تحمير البطاطس هبتدي ان انا احمر الفلفل الاخضر. تقدري تستعملي فلفل حار لو بتحبي المسقعه مشطشطه. لو انت بقى مش بتحبيها مشطشطه زي حالاتي هتستعملي الفلفل الرومي. عملت فتحات كده في الفلفل وابتديت ان انا اقليه. بس اهم حاجه الفتحات دي نعملها قبل ما نغسل الفلفل، لان احنا لو غسلنا الفلفل وعملنا الفتحات الفلفل هيتعبى ميه، او اول ما اجي انزل بيه في الزيت هيفرقع في وشنا لا قدر الله. فنخلي بالنا كويس كده من الخطوه دي. تمام. خلاص كده تمام وزي الفل. الفلفل الاخضر بتاعي اخد لون تحفه جدا. مش هغمق اللون اكتر من كده، وهبتدي ان انا ارفعه من الزيت. نيجي بقى البتنجان بتاعي خلاص نزل الميه بتاعته، وهنبتدي نقليه في الزيت واحنا مطمنين ان هو مش هيشرب زيت خالص. خلاص بقى البتنجان بتاعي اخد لون ذهبي تحفه جدا، شايفين شكله ازاي. هبتدي ان انا ارفعه من الزيت ومشربش زيت خالص، زي ما انتوا شايفين كميه الزيت اللي انا قليت فيها قاعده زي ما هي. نبتدي ننزل بقى بكميه تانية ونخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. بعد بقى ما خلصت تحمير البطاطس والفلفل والبتنجان هنسيبهم على جنب، ونيجي بقى هنا نعمل الدقة للمسقعة. عندي هنا بقى ليمون، وهبتدي انزل فيه بقرن فلفل اخضر سواء حامي او بارد زي ما تحبوا. هنزل كمان بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس، وكمان رشة من الكزبرة ومعلقة من الملح. وهبتدي بقى ادوق الكلام الجميل ده كله مع بعض. في حلة على النار عندي 3 معالق كبار من الزيت، وهبتدي انزل بقى بالدقة اللي زي العسل دي. وهبتدي ان انا اخليها تاخد لون ذهبي بسيط، يعني مش هغمق اللون بتاعها. نزلت كده بالدقه كلها اللي هي كانت قرن فلفل ورشه من الكزبره ورشه من الملح ومعلقه كبيره من الثوم. خلاص كده تمام وزي الفل، اخدت اللون اللي زي العسل. هبتدي انزل عليها ب3 معالق كبار من الخل. تقليبه حلوه كده. تمام وزي العسل. وهبتدي انزل عليها بعصير الطماطم. انا مظبطه الملح بتاعها كويس جدا في الدقه، فانا مش هضيف اي توابل ولا اي ملح تاني كده، وهسيبها لحد ما تتسبك. هنا بقى جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها المسقعه، وبعد كده حطيت فيها البطاطس، وبعد كده هحط البتنجان، واخر حاجه هحط الفلفل. خلاص كده تمام وزي الفل. بعد ما حطيت البطاطس والبتنجان والفلفل في الصينيه هبتدي كده انزل بالدقه بتاعتي عليهم من فوق كده، وهبتدي ان انا اوزع الكميه كلها على الصينيه. بصوا بقى، انا بحب ان انا اعمل المسقعه واحطها تحت الشوايه كده، تاخد لون ذهبي كده من الفوق، وبتاخد كمان طعم تحفه من الفرن.
انتي عايزة تاكليها زي ما هي كده زي العسل، عايزة تحطيها في الفرن زي ما تحبي. تمام. ايه رأيكم بقى في صينية المسقعة القمر دي؟ شكلها يفتح النفس. حطيتها تحت الشواية كده لمدة 10 دقايق لحد ما خدت اللون التحفة ده. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله يفتح النفس. هتاكلوا منها ومش هتشبعوا من كتر جمالها وحلاوتها. بتمنى النهارده طريقة المسقعة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.